معايا هنا خيوط هيمالايا افريداي ويعني المفرش اي نوع خيط بصراحة هيمشي معاه حلو جدا. حلاوته ان يعني اي نوع خيط حرفيا تقدري تشتغلي بيه. هستخدم هيمالايا افريداي واستخدم معاه ابرة رقم 4. بقول الخيط الاخضر دي مش يعني مش هيمالايا. انا هستخدم شلة كاملة من هيمالايا افريداي، طولها 250 متر. هتديني قطر دايرة 50 متر تقريبا، 50 سنتي اسفة تقريبا. والخيوط الاخضر محتاجة تقريبا يعني 5 جرام، حاجة بسيطة خالص. يعني بالكثير 10 جرام لو هتعملي طبعا آه، مفرش اكبر. كل ما بتكبري بقطر المفرش كل ما بتحتاجي كمية خيط اكبر. لو عاوزاه مثلا قطر 65 تقريبا، يعني 60 65 هتحتاجي شلتين، 80 هتحتاجي 3 شلات. يعني تقريبا كل 15 او 20 متر بتزودي شلة، لان كل ما المفرش بيكبر معاكي كل ما بتحتاجي انك كمية الخيط تكبر اكتر. في اللي عملوا المفرش قطر متر واستخدموا خيوط كوتون جولد. استهلك معاهم 4 بكرات تقريبا كوتون جولد. خدي بالك ان كوتون جولد طوله 330 متر، فبالتالي لو انت هتعمليه طول متر يعني قطره متر، ممكن تحتاجي هنا من الهيمالايا 6 شلات، 5 شلات او 6 شلات. تمام. الورد برضو الخيط على كمية الخيط على حسب عدد الوردات اللي هتعمليها وحجمها، لان مثلا انا عاملة حجم الوردة وسط اهو، ماشي. هيستهلك معايا غير لو كبرت حجم الورد عن كده، غير لو صغرت. فانت برضو الورد تقريبا شلة هتبقى معاكي، تقدري بقى يعني تخلصي بيها المفرش ويفيد منها كمان بأمر الله لو حتى مفرش كبير. دي تفاصيل كمية الخيط عشان كتير بيسألوا عليها. يلا نسمي لو نبدأ على طول. المفرش سهل جدا جدا، اي مبتدئة تقدر تعمله، ما فيهوش اي حاجة وتفاصيله بسيطة. نبدأ بسم الله. انا هستخدم ابرة 4. انت طبعا على حسب شدة ايدك، بس حاولي تستخدمي ابرة تكون كبيرة عشان المفرش يطلع مرن، عشان لما تشد كده زي ما بيشدوه يعمل شكل البوكيه على طول، ما يبقاش ناشف. هعمل 1 2 3 4، 4 سلاسل. هقفل بمنزلقة في اول سلسلة بالشكل ده كده. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. 3 سلاسل هعتبرهم كأول عمود. بعد كده هشتغل 11 عمود بلفة داخل الدايرة بتاعتي. 1 2 3 4. هكمل 11 كده. اشتغلت 11 عمود مع سلاسل الارتفاع، يبقى معايا 12 غرزة عمود. تمام. هدخل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، هقفل بمنزلقة وارتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود. 1 2 3. سلسلة رابعة تكون على السطر. بعد كده هنتقل للغرزة اللي بعدها، اشتغل عمود سلسلة. الغرزة اللي بعدها عمود سلسلة. كل غرزة هتقابلني اشتغل عليها عمود سلسلة. عندي كده 12 غرزة عمود و12 غرزة سلسلة. كمل السطر التاني. اشتغلت اخر غرزة عمود سلسلة. تمام. هقفل بمنزلقة في اول في يعني الغرزة الثالثة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هعتبرهم اول عمود وهرجع تاني في نفس المكان اشتغل كمان عمود، يبقى انا كده عملت تزايد. بعدين سلسلة. العمود اللي بعده هشتغل 1 تاني عمود في نفس الغرزة سلسلة، واروح للعمود اللي بعده اشتغل 2 عمود. السطر ده هيكون 2 عمود في نفس الغرزة سلسلة. ادي كده 1 2 سلسلة واكمل. 1 2 في نفس الغرزة سلسلة. كمل السطر وارجع لكم. اشتغلت اخر غرزة بالشكل ده كده 2 عمود سلسلة. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. نركز بقى عشان السطر رقم 4 هو اللي هكرره بعد كده. هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود زي ما اتفقنا، وهاجي في نفس المكان تاني
اشتغل كمان عمود، يبقى انا كده عملت تزايد. الغرز اللي بعد كده قبل السلسلة هشتغل كل غرزة غرزة. ادي كده عندي غرزة واحدة اشتغلت عليها غرزة سلسلة، هروح للعمود التاني، للمجموعة التانية. هم 12 مجموعة عندي. المجموعة اللي بعدها عندي هنا اول عمود هشتغل فيه تزايد، يعني 2 عمود، 1 2 في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة سلسلة، اروح المجموعة اللي بعدها 2 عمود، 1 2، اي غرزة هتقابلني قبل السلسلة عمود واحد، غرزة واحدة اهو، بعدين سلسلة، واللي بعدها هكذا. يبقى انا بشتغل في اول غرزة بعد السلسلة بشتغل تزايد، وكل عمود اشتغل عليه عمود، اقابل السلسلة اشتغل فوقها سلسلة، وهكذا لحد ما اخلص السطر. خلص السطر وارجع له. خلصت بالشكل ده كده، واخر حاجة عملتها سلسلة. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. تمام، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي في نفس المكان في نفس الغرزة اشتغل كمان عمود. يبقى انا كده اشتغلت 2 عمود. اي غرزة هتقابلني قبل السلسلة هشتغل عليها غرزة واحدة كده، 1، وكمان اللي بعدها غرزة واحدة. قابلتني السلسلة اشتغل عليها سلسلة. بعد كده الغرزة اللي بعدها، المجموعة اللي بعد السلسلة، اول غرزة بشتغل فيها تزايد، 2 عمود، 1 2 في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة، اللي بعدها غرزة واحدة، قابلني سلسلة اشتغل فوقيها سلسلة. بعد كده عندي هنا اشتغل 2 عمود في اول غرزة تزايد، كل غرزة بعدها غرزة واحدة، وهكذا. هو بقى السطر بيتكرر زي ما هو، مفيهوش اي حاجة. بشتغل في اول غرزة بعد السلسلة تزايد، واي غرزة تقابلني غرزة واحدة اقابل السلسلة اشتغل عليها سلسلة، وهكذا بالشكل ده كده لحد ما اوصل للقطر اللي انا محتاجاه للشال بتاعي. شوفي بقى انت حابة يكون يعني حجمه ازاي، واصل براحتك خالص. هكمل واوصل للقطر اللي انا محتاجاه وارجع اوريكم هنكمل ازاي. اشتغلت بالشكل ده كده. دي شله بالظبط، دي شله هيمالايا افري داي 250 متر. ادتني بالظبط 50 سنتي بالظبط، يعني بالظبط على المزوره. ولو شديت المفرش شويه، ممكن يوصلوا ل 52. تمام، فانا كده الشله عملت معايا بالظبط 50 سنتي. لو شلتين ممكن 65 سنتي، يعني 65 67 سنتي، لان طبعا المفرش بيكبر معاكي فبيستهلك خيط اكتر. تمام، هقفل بمنزلقه في تالت سلسله من سلاسل الارتفاع بالشكل ده كده، واسحب الخيط بتاعي. هعمل كمان سلسله تأمين عشان اضمن ان هو ما يفكش، واسحب الخيط بتاعي. طبعا الخيط ده بنضفه على طول، نضفي خيوطك وشغلك اول باول عشان ما تجيش في الاخر تلاقي عندك تنظيف كتير. المفرش ده افضل حاجه انك تنضفي اول باول، بالذات لما تيجي لمرحله الورد. هاجي كده ادخل الخيط بتاعي تحت الغرز. هو شكل عشوائي، يعني مش دي ترتيب معين، بس اهم حاجه تحت، يعني تحت العمود كده في الغرزه. تمام، عشان الخيط ما يبانش خالص. هعمل عقده عشان اتاكد ان شاء الله ان هو عمره ما هيفك اهو، وادخلها كمان تحت غرزتين كمان كده وخلاص. تمام بالشكل ده كده. كده نضفت اللون ده. هبدا بقى اجيب اللون الاخضر بتاعي، ومن اي بدايه اي وحده او اي مجموعه اهو، من هنا مثلا كده، واللون الاخضر سهل خالص وبسيط، مفيهوش اي حاجه. هعمل عقده بدايه بس كده، وهسحبها من الغرزه وارتفع سلسله، واجي في نفس المكان اشتغل غرزه حشو 4 سلسله، 1 2 3 4، واتخطى من تحت 1 2 الغرزه الثالثه اشتغل حشو، 1 2 3 4، اتخطى من تحت غرزتين، 1 2 التالتة اشتغل حشو، وهكذا 1 2 3 4، اتخطى غرزتين، 1 2 التالتة حشو، لحد ما ارجع تاني لاول السطر. بصوا هنا
انا بحسب الغرزة بتاعت السلسلة غرزة، فانا كده 1 2 دي غرزة فراغ السلسلة، غرزة بحسبها، يعني انا كده دي غرزة وفراغ السلسلة غرزة، يبقى الغرزة اللي بعديها رقم 3 بدخل فيه. تمام، 1 2 3 4، 1 2، والتالتة حشو لحد ما اكمل بقى. خلصت بالشكل ده كده اهو، وصلت لاخر وحدة، 1 2 3 4، هعد من تحت 1، التانية غرزة السلسلة، التالتة هتكون غرزة الحشو، هشتغل فيها منزلقة، واخد كمان منزلقة تحت السلاسل، هرتفع سلسلة واشتغل حشو، بعدين 1 2 3 4، 4 سلاسل. هاجي هنا في السلسلة التانية بعد الإبرة هشتغل حشو واشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وانزل في نفس السلسلة اشتغل حشو، هروح على السلسلة اللي بعديها على طول اشتغل حشو وارتفع 1 2 3 4، هاجي في السلسلة رقم 2 اشتغل حشو وارجع ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان اشتغل حشو، اروح على السلاسل اللي بعديها اشتغل حشو، 4 سلاسل، 1 2 3 4، السلسلة رقم 2 اشتغل فيها حشو، بعدين 1 2 3، 3 سلاسل واشتغل حشو كده بالشكل ده كده. تمام، وهكمل بقى، هكرر لحد اما اخلص السطر بتاعي، هكرر نفس الطريقة دي لحد اما ارجع لاول واحدة تاني. اشتغلت بالشكل ده كده، هشتغل اخر واحدة معاكم لاني انا غيرت عدد الغرز، فعشان برضو تشوفوا عدد الغرز ايه، هي غرزة واحدة اللي ناقصتها. هاجي هنا اشتغل حشو، 1 2 3 4، في الغرزة التانية هشتغل حشو، بعدين سلسلتين 2 بس مش 3، 1 2، وانزل اشتغل حشو، بعدين المفروض انتقل للوحدة اللي بعدها اشتغل حشو، هو حشو دوت لان ده اول السطر، هقفل في غرزة الحشو بمنزلقة واعمل سلسلة تأمين واقص الخيط بتاعي. وزي ما قلت لك نضفيه شغلك اول باول، انا مش هنضفه بس عشان وقت الفيديو بس، نضفيه. دلوقتي هنعمل وردة، انا ثبت، انا ركبت وردة ماشي، ونعمل الوردة مع بعض ونشوف هنركبها ازاي. سهلة خالص وبسيطة ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. هعمل عقدة بداية، هبدأ اشتغل 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حابة تزودي حجم الوردة عن كده ممكن، حابة تقلليها ممكن زي ما تحبي، بس الحجم ده مناسب جدا بيدي الوردة دي كده. تمام، هاجي في السلسلة التانية اشتغل غرزة حشو وادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، اخد لفة واطلع، معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من الحلقتين كده اول عمود بالنسبة لي، هاخد لفة وادخل مرة تانية في نفس الغرزة اشتغل عمود كده، تاني عمود، تالت مرة تالت عمود، بالشكل ده. كل غرزة هتقابلني اشتغل فيها 3 عمود. تمام، هيكون عندي كده 11 غرزة، كل غرزة فيها 3 عمود، يعني في النهاية هيكون معايا 33 عمود بالشكل ده كده. كل سلسلة هشتغل عليها 3 عمود بلفة عادي. تمام، بصي بقى انا بعمل ايه، باخد الخيط ده كده اللي هو طرف البداية، باخده معايا كده تحت الغرز عشان اثبته ويبقى اسمي نضفت الشغل بتاعي اول باول، عشان ما افضلش انضف في الاخر الخيوط بتاعتي كده اهو. هكمل لحد اخر السطر وارجع لكم. خلصت بالشكل ده كده غرز السلسله اللي عندي، وهي لفت بالشكل ده عشان تاخد شكل الورده. هعمل سلسله تأمين وشدي فتله خيط طويله شويه عشان الفتله دي هي اللي هتثبتي بيها الورده بتاعتك. هوريكي الطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، وهتنضفي شغلك في نفس الوقت اللي بتثبتي فيه الورد. تمام، خدي بالك ان ده الوش بتاع الشغل وده الظهر، ده الظهر، فانتي بتلفي الورده الظهر هو اللي يبقى جوه. تمام كده اهو، ده الوش، فانتي هتلفي الورده كده، وانتي برضو بتتحكمي في
يعني شكل الوردة على حسب اللفة بتاعتك بتحكمي في شكل الوردة، والبرمة بتاعتك للخيط بتتحكمي في شكل الوردة بتاعتك. تمام اهو بالشكل ده كده. خلاص هاجي بقى الابرة بتاعتي اهو، هلضم الخيط خلاص، وادخلي كده بس يعني ثبتي الوردة بتاعتك كده بس غرزة او اتنين كده، الوردة بتاعتك شكلها يثبت. تمام اهو غرزتين كده بس الوردة بتاعتك ايه تثبت. خلاص كده اهي، ده كده الوردة بتاعتي اهي. هاجي بقى هنا على السطر الحشو، في الاول حشو عملتيه ده تمام، انت البتله اهي وبتله اهي، هنا كان في اول سطر بتعملي 4 سلسله حشو، الحشو دي خلاص انت بتسيبي غرزه، يعني انا مثبته الورده اهي على واحده زي دي مثبتاها هنا، بسيب واحده واروح للتانيه، فهاجي هنا كده ادخل واثبتها خياطه عاديه خالص بكل بساطه كده. انت بتثبتي الوردة بتاعتك وفي نفس الوقت بتنضفي خيوطك ولا اي حاجة. دي ابسط واسهل طريقة تقدري تركبي بيها الورد، وتأكدي بأمر الله ان هو ثابت، بس تأكدي انك انت بتدخلي بالإبرة في الغرز عشان ما تكونيش بتدخلي هنا في الفراغات، فاهمة قصدي؟ اهو كده كم مرة بقى براحتك وعلى حسب الخيط اللي انت عاملاه. تمام وخلاص لما تتأكدي ان هي ثبتت ومش مش هتعملي تاني، هتيجي هنا كده خدي غرزة كده، هنعمل عقدة اهو، وبقية الخيط بدخله تحت الغرز بتاعة العمود بتاعي في الظهر بالشكل ده كده، وقصي الزيادة كده. انتي بتنضفي المفرش، بتثبتي الوردة بتاعتك في المفرش تمام، وفي نفس الوقت بتنضفي خيوطك تمام بالشكل ده كده اهو. هسيب غرزة واللي بعدها اثبت الوردة التانية، وهكذا سيبي غرزة واللي بعدها ثبتي الوردة التانية. هكمل بقى المفرش بتاعي واكمل الورد ونيجي نشوف الشكل النهائي.